تخيلي كده معايا، هل ممكن حد يجي يقول أنا الإنسانة ديّة هاحطها هي رقم 1 في حياتي، هابقى كل طاقتي وكل وقتي وكل تركيزي بس عليها، أهتم بقى حتى أكلها وشربها ومشاعرها وطاقتها وشغلها وعلاقاتها، كل حاجة 24 ساعة في ال24 ساعة. مين الشخص ده يا ترى؟ ما حدش طبعًا، ما فيش أي حد هيعمل كده، ما فيش أي حد هيركّز معاكِ بالشكل ده. علشان كده انت ملكيش غير نفسك وبس اللي تحطك أولوية. فبدل ما انت مركزة مع كل اللي حواليكي ما عدا نفسك، ابدأي اهتمي شوية بنفسك وحطي نفسك انت رقم 1. وده اللي احنا هنتعلمه في الفيديو دوت، وهنتعلم ازاي تحبي نفسك بجد. أول حاجة نظريا، مش حرام انك تهتمي بنفسك قبل ما تهتمي بأي حد تاني، ومش حرام انك تسألي نفسك ايه اللي انت عايزاه قبل ما تسألي اي حد تاني، ومش حرام تختاري الحاجة اللي على مزاجك انت، مش الحاجة اللي على مزاج كل الناس. ومش حرام انك تختاري نفسك لان كل الناس هتختار نفسها في النهاية. فكل ما تلاقي نفسك محتارة او حاسة بالذنب كده شوية انك هتختاري نفسك، افتكري الكلام ده كويس. رقم 2، لازم تكوني عارفة نفسك. لازم تكوني عارفة نفسك وعارفة انت مين. ساعات من كتر ما احنا بنبقى مركزين مع اللي حوالينا بننسى احنا مين. لازم تبقي عارفة انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، ايه التعامل اللي تقبلي بيه وايه التعامل اللي ما تقبليش بيه، ايه البير مينيمم بالنسبة لك، ايه الريد فلاجز بالنسبة لك. انت مين؟ انت عارفة نفسك اصلا ولا لا؟ ايه المعاملة وايه الناس وايه الحياة اللي انت شايفة ان انت تستحقيها؟ لازم تكوني عارفة كويس قوي انت مين علشان تحبي نفسك، وعلشان كمان لما تتعاملي مع الناس التانية تكوني واضحة، ويكون الناس شايفينك وعارفين الإنسانة ديت كذا كذا، هي ما بتحبش كذا وبتحب كذا، ده ينفع معاها وده ما ينفعش معاها. فحاولي انك تعرفي بشكل كويس انت مين. هتعرفي ده عن طريق الجورنالينج. اكتبي لما يحصل حاجة، موقف رخم، اقعدي اكتبي انا ده ضايقني في كذا كذا كذا. تكتشفي ان انا بتضايق لما حد بيتاخر عليا في ميعاد، انا بتضايق لما حد يتكلم معايا بالطريقه الفلانيه، لا انا مش هقبل انه حد يتصرف معايا بالشكل الفلاني. يبقى انت تعرفي نفسك شويه شويه. اوكي. النقطه الثالثه، بطلي تشيلي كل حاجه على كتفك زي البطل الخارق. انت مش بطل خارق، اوكي، ومش مطلوب منك تبقي البطل الخارق. وقفي جري شويه واهدي واسالي نفسك، هو انا كويسه؟ هو انا عامله ايه النهارده؟ هو انا عامله ايه حتى الشهر ده؟ في ناس ما بتبقاش على اتصال تماما بمشاعرها، لازم تكوني متصله بمشاعرك. هو انا تمام؟ في حاجه مزعلاني؟ في حاجه مضايقاني؟ انا حاسه ان انا مش مرتاحه في جسمي، حاسه انه في حاجه. لا، اقعدي شوفي ايه المشكله. بطلي تهملي مشاعرك ونفسيتك، لان هم اهم حاجه اصلا في الدنيا. ولما انت تهمليهم، متوقعه مين يهتم بيهم اصلا؟ والمشكلة إنِّك بتعاملي مشاعر كل الناس اللي حواليكِ بشكل يعني مُقدّس، مشاعرهم مُقدّسة، وتهتمي جدًا لو حد زعل، تهتمي لو حد اتضايق، وتبقي قاعدة مركّزة وعارفة الإنسان ده حَس دلوقتي بكذا عشان فلان قال الcomment الفلاني، وقاعدة مركّزة مع كل الناس، بس ناسية نَفْسِك. الحل كل أمّا تلاقي نَفْسِك كده، وقّفي، اهدي، خُدي نَفَس، وابدئي اسألي نَفْسِك أنتِ يا حبيبة عاملة إيه؟ أنتِ كويسة؟ أنتِ مرتاحة؟ اتعلّمي تسألي وتستقبلي المساعدة. فبدل ما انت بس عمالة تساعدي كل الناس ومركزة مع كل الناس، ودي حاجة كويسة، مش هقولك ما تساعديش حد، اوكي، بس ساعدي نفسك انت الأول. ولو انت حسيتي انه انا بمر بكذا، بتمر بحاجة معينة، عادي انك تقولي انا بمر بكذا، انا محتاجة مساعدة في ده. ممكن تبقى مساعدة من حد، مثلا واحدة صاحبتك، او مساعدة من ايا كان. اطلبي المساعدة. حتى ممكن تكوني انت محتاجة مثلا تروحي ثيرابي، محتاجة ان انت تتعالجي في حاجة معينة او تتشافي من حاجة معينة. اول خطوة لازم تعترفي بده لنفسك الاول. ثانيا، ما تتكسفيش ان انت تعترفي بده لحد وتطلبي المساعدة من حد. انت مش مطلوب منك انك تتحملي كل حاجة لوحدك. يعني خليني اقول لكم مثال على دوت بيني انا وصاحبتي. انا كنت دايما ببقى شايله هم كل حاجه لوحدي، مضغوطه مضغوطه مش مبينه لحد، تعبانه تعبانه ومش مبينه لحد، وعماله كده بران وبحاول اظبط كل حاجه واظبط كل حياتي. لو حد محتاج مساعده اروح اساعده، ولو ده محتاج كذا اروح اظبط له مش عارفه ايه. ولا انا دريانه بنفسي ولا دريانه بتعبي ولا بضغطي ولا باي حاجه. ومره واحده بنفجر، مره واحده مش قادره حتى اقول كلمه واحده. فكانت هناء بتقول لي انه حبيبه، انت لو ما قلتليش ان انت تعبانه ومضغوطه او ما بينتيش ده،
انا مستحيل اعرف، ومستحيل اقدر ان انا اساعدك. وده حقيقي. فلما تكوني انت تعبانه، لما تكوني انت مرهقه، لما تكوني انت بتمر باي حاجه، مش مطلوب منك تحطي ماسك وتبقي اللي هو انا لا انا تمام انا زي الفل مش محتاجه مساعده. نو no. مش مطلوب منك تبقي بيرفكت بالشكل دوت كأنك سوبر هيرو. عادي، كلنا بنحتاج مساعدة وكلنا بنمر بنقاط ضعف أحيانا. سقفي لنفسك على أبسط الأشياء وأبسط الإنجازات، وسقفي لنفسك قبل أي حد تاني. وما تستنيش ده من حد، جه خير وبركة، ما جاش انت الداعم رقم واحد لحياتك. يعني مثلا أنا كان عندي جلد ذات بشكل مش طبيعي، اوكي؟ فباجي مثلا اخر اليوم، حبيبي انت ما عملتيش حاجه، انت ما عملتيش اي حاجه وابقى متضايقه من نفسي ومتعصبه. وبعدين بدات ان انا اغير الطريقه اللي انا بكلم بيها نفسي. بقيت اقول حبيبه انت النهارده صحيتي وحاولتي تعملي كذا كذا، انا فخوره بيكي، برافو عليكي. او احنا النهارده اخدنا بريك عشان انا الفتره اللي فاتت كنت تعبانه واشتغلت على كذا كذا كذا، very good. حلو ان احنا عملنا كده عشان بكره يكون عندي طاقه احسن. لازم تبقي عطوفه وحنينه مع نفسك، لان لو مش انت اللي عطوفه وحنينه مع نفسك مين هيكون؟ فبطلي تقطمي في نفسك وبطلي جلد الذات. كل ما تلاقي نفسك بتجلدي ذاتك وقفي نفسك وروحي مغيره الحوار كله، وابداي تكلمي نفسك مع نفسك بطريقه حنينه وبطريقه لطيفه، زي ما انت مثلا بتكلمي صاحبتك اللي انت بتحبيها. يعني انت بتكلمي كل الناس بطريقه لطيفه ما عدا انت. تقبلي عيوبك، وبالعكس حبيها كمان، لانها جزء منك انت. شوفي، انت مش مثاليه وانا مش مثاليه ومش محتاجين ابدا نكون مثاليين. ما شفتيش الناس اللي بتقعد تقول بكل بجاحه اصل انا عصبي جدا، اول ما مش عارفه ايه بهدل الدنيا واكسر الدنيا، اصل انا دبش في الكلام. ومش بقولها انه شخص بيعترف بعيب عنده مثلا وعايز يصلحه، نو no. شخص بيفتخر بصفه سيئه زي ان هو انسان مؤذي. شوفوا صاحبتي جابت لي ايه وانا قاعده بصور. طبعا مش عايزاكي تكوني زيهم يعني، بس بجاحتهم ملهمة جدا. جدا. يعني لما بشوف شخص كده بحس واو، انت منين جايب كل هذه البجاحة؟ الامبرفكشنز بتاعتك، الحاجات اللي مش مثالية وبرفكت، مش لازم تدفنيها تحت سبع أرض. مش لازم نحط فوقيها 50 60 مليون لاير وندفنها عشان محدش يشوفها، عشان محدش يجادج اس او يحكم علينا، عشان محدش. it's okay. عادي، كلنا عندنا imperfections. طلعيها من تحت الأنقاض، اعترفي بيها، تقبليها، عيشي معاها، والنكست ليفل بقى تشاركيها مع العالم. مش بقول ده بطريقة ان انت روحي بقى قولي لكل الناس عيوبك ومشاكلك، نو مش قصدي كده. قصدي ان مثلا انت مع الناس القريبين قوي منك مش غلط انك تبقي بتشاركي حاجة زي كده، او تبقي يعني vulnerable، يعني تبقي من غير ماسكس، من غير أقنعة، تبقي على طبيعتك وبراحتك. لما نفضل احنا حاطين الماسك ده ونحاول بكل استطاعتنا ان احنا نبان as perfect as we can ونبان ان احنا مثاليين، ده بيخلي الناس اصلا تبعد عننا، مش ان هم يحبونا اكتر. ما حدش بيحب الانسان المثالي على فكرة. الناس بتحب الناس الصريحة واللي على طبيعتها. مثلا خليني اقول لكم مثال، الانفلونسرز اللي بيتخلوا شوية عن حذرهم وبيبقوا على طبيعتهم اكتر. شوفوا ازاي احنا بنحبهم اكتر، لان هم مرتاحين مع نفسهم ومرتاحين مع عيوبهم. الانفلونسر اللي تطلع مثلا وتقول لك انا اصلا عندي insecurity في كذا، او انا بخاف من كذا، او ما بحبش كذا، وتبقى بجد على طبيعتها ومش بتتصنع ومش عامله نفسها صوره مثاليه تتحط في برواز وتتعلق. انسانه طبيعيه. انت كمان انسانه وعندك imperfections، عادي تكون عندك، وخلي الناس تحبك بيها. هدوءك وسلامك النفسي اهم شيء على الكوكب، على الكوكب ده كله. اهم حاجه بالنسبه لي هدوءك وسلامك، ودي لازم تكون اهم حاجه عندك. اي حاجه بتعصبني، بتوترني، بتضغطني، في اقرب باسكت زباله. لازم تقدري نفسك وتقدري وقتك وتقدري سلامك وراحتك النفسية. لما يكون في حد كل شوية بيأذيكي بنفس الطريقة وبنفس الغباء، وانت شرحتي له مليون مرة قبل كده، وبيعمل نفس الحاجات وبيشقلب يومك كله ويخلي هرموناتك كلها ونظامك العصبي مش على بعضه، وانتي بقى زي كل مرة تقعدي تشرحي له وتكتبي المسجز طويلة ورسائل طويلة عريضة، او تنزلي ستوريز عشان يشوفها ويعني يحس على دمه. نو، نو يا حبيبتي. الحاجة اللي بنلاقيها كده
وبتدمر سلامنا النفسي، بنسحب طاقتنا منها، مش بنقعد نبور طاقة أكتر. اسحبي طاقتك من الشخص ده تماما، وتبقي باردة معاه 100%، وما تديهوش هو الريموت كنترول يتحكم في مشاعرك. النهاردة هيخلي مودك حلو، بكرة هيخلي مودك زي الزفت. وما تحسيش بالأسف على الناس ديت. الناس ديت هم اللي اختاروا بإيديهم إن هم يخسروكي. هم اختاروا إن هم يعملوا الأكشنز ديت، وكل فعل ليه ردة فعل، وكل حاجة ليها عواقب. فسيبيهم يتحملوا عواقب فعلتهم. انتي مش their mama. اوكي، انتي مش مامتهم. لازم يكون عندك اهداف في حياتك، ولازم يكون عندك احلام، ولازم تبقى حياتك مليانة. لانها لو فاضية طبيعي هتبقى بتتمحور على حواليكي وانتي ناسية نفسك، ودي حاجة بتدي قيمة لنفسك قدام نفسك. سيبك من اي حد تاني، قدام نفسك. تخيلي معايا كده واحدة صحيت الصبح، صحية الساعة 9 الصبح، عملت تأمل، عملت فطار حلو قوي لنفسها، عاشت الجو، قعدت تقرأ شوية let's say، مش شرط يعني شكل بيرفكت، قعدت عندها كورس خلصته، راحت جامعتها أو راحت الكلاسز بتاعتها، رجعت اشتغلت على شوية حاجات، وبعدين جه خلاص آخر اليوم. وواحدة تانية صاحية متأخر، مش عارفة هي محتاجة تعمل ايه في يومها، ما عندهاش أي فكرة هي أصلا بتعمل ايه في حياتها، أو ففاتحة الموبايل عمالة تقلب تقلب تقلب. ومتى قالت لها تعالي قومي اغسلي المواعين، راحت غسلت المواعين، رجعت خلص اليوم. عايزاكي تقولي لي دي هتكون حاسة بإيه في آخر اليوم، ودي هتكون حاسة بإيه في آخر اليوم من ناحية نفسها. هي شايفة نفسها إزاي؟ مين هتكون حابة نفسها أكتر ومرتاحة مع نفسها أكتر؟ مش هنكدب على بعض، إحنا ستيل بنحكم على نفسنا وبنحب نفسنا وبنقدر نفسنا برضو based on action. برضو لازم يكون في اكشن، لازم يكون في فعل. اوكي، بشتغل على affirmations وبشتغل على كلامي مع نفسي وبشتغل على الجزء الداخلي وكل حاجة، بس انا لازم كمان اثبت لنفسي ان انا قد كلمتي. لازم اثبت لنفسي ان انا انسانة منتجة وبتسعى وعندي اهداف وبعمل كذا كذا كذا، بحيث ان كل ده بينعكس على ثقتي في نفسي whether I like it or not، سواء احنا حابين ده او لا. النقطة اللي بعد كده، ابعدي شوية عن الناس. مستحيل تسمعي صوتك الداخلي، ومستحيل تحبي نفسك، ومستحيل تبقى عندك علاقة مع نفسك لو انت طول الوقت لازقة في ناس، لازقة في صاحبتك، لازقة في حد، لغاية ما خلاص هتنامي نايمة بتكلمي حد وصحي على طول تكلمي حد. لو بتعملي كده انت اصلا ما تعرفيش انت مين. فلازم تقضي وقت مع نفسك لوحدك. انت حابه الوقت ده يكون الصبح، بتصحي الصبح بتقضي وقت لطيف، عندك روتين الصباحي بتاعك، بعمل كذا، بتفرج على افلام قديمه، بتفرج على مسلسلي، بعمل فطار حلو، بقرا، بعمل يوجا، بعمل مديتيشن، وات ايفر اللي انت بتعمليه. انت بتاكدي لنفسك انه دي حياتي، وانا بحب نفسي وبحب حياتي وعايشه حياتي بطريقتي انا. فلازم تعيشي حياتك انت بالذات الصبح قبل ما تشوفي حياة الناس وتفتحي الموبايل وتشوفي حياة كل الناس عايشة ازاي، وانت بقى لسه اصلا ما تعرفيش هتبدأي يومك ازاي. فانت لما تعملي كده انت بتثبتي لنفسك انك بتحترمي وبتقدري نفسك، وانك تقدري تقعدي لوحدك، انك مش خايفة تبقي لوحدك، مش خايفة تقعدي كده مع افكارك وتتعاملي مع نفسك وتتعاملي مع مشاعرك. دي حاجة مهمة جدا. اتعلمي تقولي لا. ادي لنفسك الحق ان انت تقولي لا. لا ده مش مناسبني، لا الشخص دوت مش عايزاه يبقى في حياتي، لا انا مش فاضية، لا انا مشغولة، لا مش هقدر اكون موجودة في الوقت دوت في المكان الفلاني لانه انا عندي حاجات تانية محتاجة اعملها. وانت ممكن على فكرة تقولي لا من غير اي اسباب ومن غير اي مبررات ومن غير اي اعتذارات. ما تعتذريش وانت بتقولي لا. مين قالك اصلا ان واجب عليكي اول ما حد يقولك انا محتاجك في كذا او عايزك في كذا او اي حاجة ترمي نفسك وترمي حياتك وتروحي له تقولي له امين؟ لازم تبقي تقيلة كده، تقيلة مع نفسك. ودي حاجة بتيجي within، مش بس تمثيل. لازم تبقي مدية لنفسك ولحياتك أهمية، بحيث إنه لما حد يكلمك يقولك هاي أنا محتاجاكي تعالي نخرج بعد ساعة، لا سوري، أنا عندي كذا كذا بعمله، أنا مش فاضية بعمل كذا، ممكن في وقت تاني يكون أنسب بالنسبة لي. بسيطة. وأنا مقدرة إن هو صعب شوية. أنا ذات نفسي الموضوع ده لسه باعاني فيه، مش هاقول لكم إن أنا تخطيت الأمر وإنسانة واو، لأ لسه باعاني فيه، ولسه أوقات ما باعرفش أقول لأ، أو بيبقى صعب على قلبي بس أنا عارفة at least إن أنا عندي المشكلة. ف
باشتغل عليها يعني. وافتكري إن أنتِ كل مرّة بتقولي فيها لأ لحاجة، أنتِ بتقولي فيها أيوه لنفسِك. لمّا تقولي لأ أنا مش هاعرف إن أنا أطلع في الوقت الفلاني، أنتِ بتقولي أيوه لنفسِك اللي محتاجة تعمل حاجة تانية، تذاكر، تعمل أي حاجة أولوية بالنسبة لِك، أنتِ بتقولي لنفسِك، مش بس بتقولي لأ للشخص ده. مارسي الموضوع ده مع نفسِك، اكتبي messages، مثلًا شخص قال لِك كذا، أوكي أنا محتاجة إن أنا أرفض ده، هارفضه إزاي؟ أنتِ ممكن حتى تسألي ChatGPT قولي له حد قال لي كذا، إزاي أرفضه بطريقة لطيفة، مثلًا لو أنتِ لسه يعني مش عايزة تبقي كده، تمام؟ المهم ما تدوسيش على نفسِك وتعدّي وتبقى أنتِ الضحية في النهاية، علشان خاطر العالم يمشي، وعشان خاطر أنتِ مش قادرة تقولي لأ. No. عادي تكوني الشريرة في قصة أحدهم، ما حدش قال لِك الموضوع دوّة، عادي تبقي الشريرة، عادي تبقي الإنسانة السيئة، عادي تبقي whatever اللي في دماغهم. it's okay. it's fine. الشخص دوّة مش مأثّر عليكِ أكل وشرب يعني، ومش هتموتي وحياتِك هتُقف لو الشخص ده مش راضي عنِّك أو مش حابِّك أو شايفِك إن أنتِ الإنسانة السيئة، ما براحته. ما في النهاية كل إنسان أصلًا حُر يبني عنِّك الفكرة اللي في دماغه اللي تعجبه، كل واحد حُر. وأنتِ مش هتعرفي تغيّري دوّة في أي حد، لازم تفهمي كده. لو حد عايز يشوفِك بشكل معيّن، هيشوفِك بالشكل ده مهما عملتِ. فليه أقعد أضيّع في وقتي باحاول أثبت للكوكب كُلّه أنا مين، وكُلّنا كمان كام سَنة هنودّع وما حدش هيفتكرنا أصلًا. في واحدة مرّة جات لي قالت لي: "حبيبة، أنا سمعت إن أنتِ عندِك boyfriend" أو مش عارفة إيه، حاجة كده. قُلت لها: "حبيبتي no سمعتِ غلط، أنا ما عنديش boyfriend، أنا عندي 10 boyfriend". روحي بقى قولي لكل الناس الكلام دوّة، لإن هو ده اللي أنتِ بتعمليه. أنا الcontent بتاعكم، فيالّا go ahead روحي قولي ده لكل الناس. يعني مش عارفة من غيري كنتم عملتوا إيه بصراحة، والّا كنتم مليتوا حياتكم إزاي. بطّلي تعملي الحاجات اللي أنتِ عارفة إنها هتقرفِك وهتضايقِك من نَفْسِك. الحاجة اللي تخالف مبادئِك أنتِ وتخالف أخلاقِك، حتى لو كل الناس بتعملها، أنتِ اوعي تعمليها. ما تتكلميش على أي حد من ورا ضهره، دي عادة بشعة. ما تتكلميش على أي حد، إن شاء الله لو الحد ده أسوأ إنسان في الدنيا، ما تتكلميش على حد، لأن أنتِ حياتِك أقيم بكتير من إنِك تضيّعيها بتتكلمي على أي حد. ما تهتميش بالدراما بتاعة الناس، مين بقت مع مين ومين سابت مين. كل ما تيجي سيرة حد no thank you، مش عايزة إن أنا engage في الحوار ده، مش عايزة أتكلم في الموضوع ده، خلّينا نتكلم يا بنات عن حاجة تانية. عارفة غيّري الموضوع بطريقة كده سلسة لطيفة، خلّينا نتكلم. شُفتِ مش عارفة إيه، شُفتِ حاولت أعمل كذا، غيّري الموضوع. ما تسيبيش إن الحوار يبقى على ناس وأنتِ بقى تبقي منساقة للأسف، وتقعدي تتكلمي معاهم على حاجات ما لهاش أي لازمة. الناس ممكن تعمل كده، الناس ممكن تتكلم عليكِ أيًا كان اللي هم يعملوه أنا مش مهتمة، لكن أنا وأنتِ مش هنعمل كده. إحنا راقيين عن ده. شوفي الناس كمصدر للإلهام مش للمقارنة. أنتِ إنسانة غير قابلة للمقارنة أصلًا. يعني شوفي مثلًا بصمة إيديكِ، ما فيش أي حد عنده نفس البصمة، بصمة عينيكِ ما فيش حد عنده نفس البصمة، الDNA بتاعِك ما حدش عنده الDNA بتاعِك، ولا عمره جه ولا عمره هييجي. أنتِ فعلًا عمر ما جه زيِّك في الدنيا ولا عمره هييجي. فليه تنزّلي من قيمة نفسِك للدرجة إنِّك بتقارني نفسِك بحد تاني؟ أنتِ ليكِ رحلتِك ورسالتِك حتى معاناتِك، كل حاجة مختلفة وما تنفعش تتقارن. عادي إنِّك تشوفي حد عنده حاجة حلوة وتقولي أوكي دي حاجة كويسة عايزة أضيفها عندي، أوكي ممكن ده يtrigger حاجة عندِك أنا عايزة أنا كمان أبقى كده. طب ما تخلّيني أشتغل على الموضوع دوّة، خلّيني أقرأ كُتب، خلّيني أشوف فيديوهات، خلّيني أشوف TEDx، خديه كإلهام. ما تشوفي بنت حلوة في الgym وجسمها حلو وشغّالة على نفسها وشغّالة على كل حاجة، ده إلهام ليكِ يا ماما، دي حاجة كده gift جاية لِك عشان تشجّعِك أكتر إنه أوكي أنا عندي هنا نموذج ناجح، أنا كمان أقدر أعمل كده، وهاوصل لجسمي أنا المثالي. جسمي أنا الصح مش جسمها هي بالحرف يعني. كل واحد ليه وضع معين من ناحية جسمه وإيه الصح ليه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقارني نفسِك بيها هي نفسِك. يعني لو أنتِ اتطورتِ نُص في المِيّة النهارده عن امبارح، حلو جدًا. I'm proud of you، أنا فخورة بيكِ، ولازم تكوني أنتِ كمان فخورة بنفسِك. النهارده، بس النهارده مش باقول لِك بقى لِك شهر، بس النهارده فتحتِ كتاب، ده أحسن من امبارح، أوكي، فخورة بيكِ. بس النهارده عملتِ رياضة، فخورة بيكِ. بس النهارده فكرتِ بنفسِك بشكل مختلف، بس النهارده صحيتِ بدري شوية. كل دي حاجات تكوني أنتِ فخورة بنفسِك فيها، وهو ده اللي أنتِ تقارنيه مش الناس. خلّيكِ مهووسة
مهووسة بنفسك وحياتك وأهدافك وكل حاجة، خلي نفسك انت محور حياتك، انت أهم حد فعلا، ومفيش حد زيك لا جه ولا حد هيجي. وخليكي دايما حاطة في دماغك صورتك وانت صغيرة، وحاولي ان انت تديها الحب اللي هي ما خدتهوش وهي صغيرة. انتوا عارفين ان انا ساعات بكتب خطابات حب لنفسي؟ ايوه، مش مكسوفة ان انا اقول لكم كده. بجيب الكشكول بتاعي، الجورنالينج بتاعي، واكتب: حبيبة، انا بحب فيكي كذا، انا بحب ان انتي في المواقف الفلانيه بتتصرفي بالشكل الفلاني، بحب ذكائك، بحب سرعه تصرفك، بحب حبك للناس، بحب كذا 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 كذا، شكرا ليكي، انا بحبك. اعملي كده، محدش هيحكم عليكي، بس في كشكولك محدش شايفك. رحله حب الذات وحب النفس رحله طويلة شوية، مش حاجة بتتحقق كده هوت أو بتتحقق من فيديو أو من أيا كان، لكن أنا واثقة فيكي، وأتمنى تكون التبس ديت ساعدتك، وأنا بحبكم. وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي الأسبوع الجاي. باي باي. اوكي، نو ديليت.